اصحابي عاملين ايه؟ رجعنا في فيديو جديد، والنهارده هنتكلم عن التكنولوجيا في العصور القديمه والعصور الوسطى والحديثه، وكمان في المستقبل كمان ايه اللي هيحصل. طبعا ده استغفر الله، ده حاجه احنا ملناش دعوه بيها، ربنا بس هو اللي يعمل علم الغيب، احنا ملناش فيه، بس احنا هنقول بس اللي علينا واللي هما بيقولوه. نبدا الاول بالعصور القديمه. الاول كلنا عارفين ان التكنولوجيا النهارده بقت في كل حته، من اول ما نصحى لحد ما ننام، صح؟ طبعا صح. بس يا ترى كان شكل التكنولوجيا زمان ايام الفراعنه عامل ازاي؟ الفراعنه دول اللي كان عندهم وقت يقطعوا تمثال ابو الهول ويبنوا اهرامات كانهم بيلعبوا لوجو. في الفيديو ده هنروح رحله عبر الزمن ونتعرف على التكنولوجيا بتاعتهم بالضحك طبعا، عشان محدش برضه يتقفل من الفيديو. اول حاجه نتكلم عنها هي البناء. انت متخيل ان الفراعنه كانوا بيشيلوا احجار ضخمه بتوصل لاطنان ويحطوها فوق بعض بطريقه محسوبه بالدقه، يعني زي ما بيقولوا كده بالمسطره والقلم؟ ده بقى مش محتاج جيم بقى ولا كمال اجسام، ده كان محتاج وجبه فول بالطحينه والليمون على طول. تخيل الناس النهارده بيقولوا لك انه كان عندهم تكنولوجيا سريه او ان هم عمالقه، بس انا متاكد ان الموضوع كله كان مربوط بوجبه صحيه واغاني زي شد حيلك يا بلد. وخلينا نتكلم عن ابو الهول، التمثال اللي بقاله الاف السنين قاعد في الصحراء وبيشاور لكل اللي بيعدي عليه. اللي الناس مش فاهمه هو ان ابو الهول ده كان زي كاميرا المراقبه بتاعتهم، ما بهزرش. يعني لما حد غريب يجي من بعيد ابو الهول قاعد بيراقب وبيبعت انذار للملك. بس طبعا التكنولوجيا اتطورت بعد كده وبقينا نستخدم الكاميرات العاديه، بس وقتها كان عندهم ابو الهول اللي هو اصدار خاص يعني. نيجي بقى للتكنولوجيا الكتابه. المصري القديم ما كانش بيكتب على الورق العادي زي دلوقتي، لا ده كان عنده ورق بردي، يعني الورق اللي كان زي ما يكون الواتساب بتاعهم. يعني الملك يقول حاجه الكاتب ينزلها على البرد ويوزعها على الشعب، ولو في شائعه او حاجه غلط ولا يهمك يرميها في النيل على طول، يقول لك دي الكهنه اللي بيهزروا. وفي بقى الري والزراعه. هنا بنشوف الشادوف اللي هو حاجه كده زي ونش بتاع الفراعنه، مفيش موتور ولا كهرباء، مجرد كام خشبه وحبل والفلاح قاعد بيستخرج الميه من النيل كانه بيعمل كوبايه شاي. تخيل لو عندنا الشادوف ده، يعني كان ممكن ننقذ ناس كتير دلوقتي من فاتوره الميه. ما تنساش بقى العربيات الحربيه اللي كانت بتعدي في الصحراء كانها عربيات سباق. المصري القديم كان بيعمل عجلات حربيه زي ما انت بتغير كاوتش العربيه، يعني لو حصل حرب ولا حاجه يطلع بالعجله ويدوس بيها على الاعداء على طول. بيقول لك الفراعنه ولا بيتفهموا بالكلام، احنا بنتفاهم على طول بالعجلات. وبما اننا بنتكلم عن الحفر، الفراعنه كان عندهم برضه تكنولوجيا قنوات المائيه، كانوا بيحفروها عشان الميه تعدي وتوصل للاراضي. يعني دلوقتي لو عايز تروح تزور حد محتاج تعدي بالعربيه، بس وقتها كانوا بيمشوا بالمركب كانها اوبر الفراعنه يعني. وفي الاخر التكنولوجيا بتاعت الفراعنه كانت متقدمه جدا لدرجه ان لحد النهارده بنقعد نسال ازاي الفراعنه عملوا كده. بس الفراعنه كان عندهم حل لكل مشكله بتواجههم. فلو حد سالك ليه مش بنعمل زي الفراعنه دلوقتي، لهم ان الموضوع محتاج شويه فول، كام شادوف، وجرعه من ضحك ابو الهول. وبعد طبعا ما عرفنا التكنولوجيا في العصور القديمة، تعالى بينا نعرف التكنولوجيا في العصور الوسطى. اولا الزراعة وتقنيات الري. في العصور الوسطى المصريين وغيرهم في الشرق الاوسط طوروا تقنيات الري عشان يضمنوا وصول المياه للاراضي الزراعية بشكل فعال، زي مثلا الاسواق والشادوف اللي كان بيستخدموا لرفع المياه من النهر للحقول. التكنولوجيا دي كانت بتساعدهم انهم يزرعوا محاصيل اكتر واحسن، وده كان يعتبر طفرة تقنية وقتها. ثانيا العمارة والهندسة. في اوروبا كانت الكنائس والقلاع بتحكي في قصة الهندسة والمعمارية في العصور الوسطى. بناء الكاتدرائيات زي نوتردام في باريس والكاتدرائيات كولون في ألمانيا كانت تتطلب تقنيات بناء متطورة جدا، زي استخدام الأقوات المدببة والداعمات الطائرة، ودي كانت تعتبر قمة التكنولوجيا المعمارية في الوقت دوت. ثالثا الميكانيكا. من ابتكار الغيارات المفهوم الوقت كانت السرعة الميكانيكية. في العصور الوسطى بدأت يطور الساعات تشتغل بالميكانيكيزم بدل من الطاقة الشمسية أو الطاقة المائية. دي كانت بداية الفكرة اللي بنشوفها دلوقتي في كل حتة. رابعا الحروب التكنولوجية والعسكرية. في العصور الوسطى التكنولوجيا العسكرية كانت في قمة التطور، زي مثلا القلاع المحصنة والأبراج العالية. والأسلحة دي كانت المشهورة ساعتها كانت زي المنجنيق اللي كان بيستخدم للرمي الأحجار النارية على الأعداء. كان ده نوع التكنولوجيا اللي خلى الدفاع عن المدن حاجة معقدة ومثيرة للإعجاب. خامسا الورق والطباعة. رغم ان الطباعة اللي بنعرفها اليوم ما ظهرتش غير في نهايات العصور الوسطى، لكن تطوير الورق في العالم الاسلامي انتشر بعد كده لاوروبا. كان بداية الثورة في مجال الطباعة والنشر. الورق كان بيخلي نشر المعرفة اسهل وارخص.
بعد ما عرفنا التكنولوجيا في العصور الوسطى والعصور القديمه، هنتكلم دلوقتي في العصور الحديثه. طب خلينا نتكلم عن التكنولوجيا في العصر الحديث. يعني لو بصينا حوالينا هنلاقي ان التكنولوجيا دخلت في كل حاجه في حياتنا، من اول الموبايلات اللي ما نقدرش نستغنى عنها لحد الذكاء الاصطناعي اللي موجود في كل حته تقريبا. حتى العربيات دلوقتي بقت تسوق لوحدها. الموبايلات والانترنت، مش هتصدق ان زمان كان التليفون مجرد حاجه نتكلم بيها، دلوقتي بقى كمبيوتر وكاميرا وتلفزيون، وحتى البنك بتاعك في ايدك. الانترنت كمان بقى جزء من حياتنا اليوميه، بنعمل بيه كل حاجه من اول الشغل لحد التسوق، وحتى بنبني بيه علاقات اجتماعيه. الذكاء الصناعي، التكنولوجيا دلوقتي بقت ذكيه، بتتعلم منك وتفكر، وحتى ممكن تتوقع احتياجاتك. مثال بسيط على كده هو المساعدات الذكيه زي اليكسا وسيري اللي ممكن تدير حياتك كلها وانت قاعد في بيت. تكنولوجيا في المستقبل، طب ايه بقى اللي جاي؟ التكنولوجيا توصل لحد فين؟ الواقع الافتراضي والواقع المعزز. تخيل انك تقدر تدخل العاب الفيديو او الافلام وتحس انك جوه بجد، ومش بعيد كمان انك تقدر تتعلم حاجات جديده وانت عايشها في الواقع الافتراضي. روبوتات والحياه اليوميه، فكره روبوتات في كل بيت بقت مش بعيد. روبوتات مش بس بتسهل عليك حياتك، لكن كمان ممكن تبقى اصدقاء ليك. تخيل روبوت بينظف البيت ويطبخ لك وحتى يلعب معاك. تكنولوجيا حيويه، ممكن نوصل لمرحله فيها ان التكنولوجيا تدخل في جسمنا، يعني مثلا اعضاء صناعيه ذكيه، تحسينات وراثيه، وحتى علاج الامراض المستعصيه ممكن يكون سهل في المستقبل. هل المستقبل مبشر ولا مخيف؟ في الاخر التكنولوجيا دي ممكن تكون حاجه جميله جدا، بس في نفس الوقت ممكن تكون مخيفه. زي ما ليها مميزات ليها عيوب ومخاطر كمان، زي الخصوصيه اللي بتضيع مع التكنولوجيا دي، او الخوف ان الذكاء الاصطناعي يبقى اذكى من البشر. وده كان كلامنا النهارده يا جدعان عن التكنولوجيا في العصور الوسطى والعصور القديمه والحديثه والمستقبل. اتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا، وما تنسوش اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم جديد، واشوفكم في حلقه جديده يا جدعان.